ربي عن قلبي لبيت ربي. نترك الذنوب التي قد اعتدنا عليها، نهذب ألسنتنا ونهذب جوارحنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على خلق حسن يقبله منا الله سبحانه وتعالى. الحج هو القصد كما ذكرنا، والنية هي القصد. الحج عبارة عن شعائر ومشاعر، إذا ننطلق من التلبية بأرواحنا ومشاعرنا. إذا الدور الآن على المشاعر، هذه المشاعر الداخلية التي يجب أن نتوجه بها لله سبحانه وتعالى استجابة لهذا الأمر حتى تسمو به أرواحنا ونعود من الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا صفحاتنا بيضاء. كيف نصل إلى هذا؟ بأن نرقى بمشاعرنا ونوحد اتجاهنا إلى الله سبحانه وتعالى، قصدنا كله يكون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إرضاء الله سبحانه وتعالى واتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نستحضر كل هذه المعاني في قلوبنا و يعني نستفيد من النفحات التي أعطاها الله لنا في الأيام المباركات، أياما معلومات وأياما معدودات. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا وبنوايانا وبمشاعرنا حتى نصل إلى أعلى درجات الحج، وهو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حجا مبرورا يكون جزاؤه الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.